الكشري المصري هنعمله النهاردة على أصوله بتكات وحركات المطاعم. هيفرق معاكي جدا جدا في طعمه وفي طريقته كمان. طريقة سهلة وبسيطة تقدري تعملي الكشري في البيت. هتبقى طبعا طريقة يعني تعتبر تكون موفرة عن انك تروحي تشتري العلبة النهاردة ب50 جنيه يدوب تأكل فرد واحد. ده غير طبعا ان مستوى النظافة لا يمكن يكون زي اللي انتي بتقدري تعمليه في البيت، ولا محدش هيهتم بيكي وبصحتك وبصحة اولادك زيك اكيد طبعا. هنعمل النهاردة الكمية الحلوة دي وهتشوفوا معايا كده هنعملها مع بعض ازاي في منتهى السهولة. طبعا في ناس غير مصريين بيدخلوا على القناة، ان شاء الله الطريقة والوصفة تكون سهلة ليهم ويقدروا ينفذوها. ولو اي سؤال او اي استفسار اتمنى ان شاء الله تسيبوه في الكومنتات. اللي اول مرة يشوفني انا سمية من مطبخ مصر. يشرفني جدا ان انتوا تشتركوا معايا في القناة علشان العدد يكبر والعيلة بتاعتنا تكبر اكتر واكتر. وكمان يا ريت بعد اذنكم تدعموا القناة وتدعموا الفيديو بلايك علشان يترفع ويتشاف. بعد الصلاة والسلام على رسول الله هنبدأ الفيديو. الاول كده احنا هنجيب شوية من الطماطم، هنبدأ ان احنا هنقطعها ونحط عليها ربع كوباية من المية، وبعد كده هنبدأ نحطها على النار. الطماطم دي زي ما بنقول عندنا كده بطريقتنا ان احنا بنسبك الطماطم. احنا هنعملها بدون اي اضافة اي حاجة. الاول كده هنسلقها، والنتيجة دي بتاعتها بتبقى حلوة جدا ولون الطماطم بيكون احمر، وكمان بتقدري تتخلصي من القشر بتاعها بسهولة جدا ويبقى كميته بسيطة، وكمان شوية البذور اللي جوه الطماطم. بعد ما تتسلق تتضرب في الخلاط وتبدأي تصفيها بالمصفى كده، وبعدين ترجعي تحطيها على النار تكمل التسوية بتاعتها عادي. هتاخدي طبعا كمية مناسبة ليك ان شاء الله للكشري، والباقي تقدري تستعمليه في اي طبخة تانية. تحطيه في كيس مثلا في الفريزر او في علبة في التلاجة، وتتحمل معاكي اسبوع جوه التلاجة ما يحصلهاش اي حاجة. تحطيها على النار شوية كده تغلي، وبعدين تبدأي تضيفي لها بقى شوية ملح لو انت حابة. لو مش حابة سيبيها وقت الاكل. شايفين اللون بتاعها والقوام في منتهى الجمال. ده بقى اللي احنا هنعمل منه الصلصة بتاع الكشري، هتكون مسكرة وجميلة جدا. عندي كوبايتين كده من الحمص. انا حطيتهم في ميه مغليه الاول، سبتهم حوالي 5 او 6 ساعات، وبعد كده هحطهم على النار يتسلقوا. عايزه الحمص يكون مسلوق كويس. اما بالنسبه للعدس بجبه فانا هحطه يدوب ساعه كده، ساعه ونص منقوع في شويه ميه، وبعد كده هحط شويه ميه على النار واحط عليهم شويه من الملح. وهبدا ان انا اول ما الميه تغلي كده هبدا ان انا اصفيه. ده يعتبر مش هياخد تسويه ولا حاجه، يدوب بس بيطلع الميه بتاعته الغامقه دي في الميه ويغلي، بعد كده هنصفيه. تمام. هنحط طبعا ملح للكشري. كل حاجه بتتحط مع نفسها كده. يعني دي ميه المكرونه، هنحط شويه مكرونه سباكيتي على شويه مكرونه من الصغيره. نبدأ بقى نصفي المكرونة ونحطها على جنب. طبعا المكرونة دي يعني حوالي نص كيس من المكرونة الاسباجيتي ونص كيس من المكرونة العادية، والحجم بتاع المكرونة يكون صغير، ده افضل حاجة. تصفي بقى العدس بالجبة زي ما قلنا. العدس البني ده يعني احنا هنحطه على النار يدوب يغلي دقيقة واحدة. الحمص طبعا هياخد وقت شوية. كل حاجة احنا بنحط فيها ملحها لان احنا هنسوي كل حاجة زي ما احنا شوفنا كده مع نفسها. عندي بقى هنا الحلة هنبدأ نحط فيها شوية من الزيت، ونبدأ نحمر الشعرية بتاعتنا. عندي شوية من الشعرية حوالي نص كوباية تقريبا من الشعرية. هحطها في شوية الزيت اللي احنا شايفينهم دول على قد ما يناسبك. يعني طبعا احنا ما بنحبش ان احنا نكتر في المواد الدهنية. عايزينها بس يدوب تاخد اللون الاحمر الحلو ده، كأنك هتطبخيها بالرز عادي خالص. تقلبتين كده لغاية ما تاخد لون موحد وكل لون هيبقى احمر معاكي. عندي كوباية من الرز المصري الابيض بتاعنا المغسول ده، هغسلها وانقعها كده 10 دقايق، وبعد كده هبدأ ان انا احطها على الشعرية. طبعا انتي هتحطي كمان العدس اللي بالجبة، تبدأي تحطي شوية على قد ما انتي حابة. انا كنت تقريبا عاملة كوباية، بس مش هحطها كلها. يعني انا قعدت كوباية وسلقتها، مش هحطها كلها، هحط 3/4 تقريبا وهسيب شوية تانيين كده. فطبعا الكميات دي على حسب ما انتي بتحبي، وكمان على حسب اسرتك. يعني لو الاسره كبيره تقدري تضاعفي الكميات وتعملي حله اكبر من كده. تقلبي بقى كده الرز بالعدس بالشعريه، ودول هيطبخوا مع بعض. زي ما احنا شايفين العيار بتاع الميه مش هنزوده علشان ما يعجنش من معانا، لان العدس ده اصلا بيعجن لوحده.
فالعيار بتاع المية بقى اقل كده من الطبيخ بتاعك العادي. طبعا ما بتحطيش فيه الا شوية ملح بس، وبتوطي عليه كده لما ينشف، وبتسيبيه يردد شوية على نار هادية. وممكن تحطي كمان شياطة تحت الحلة بحيث ان هو ياخد راحته ويستوي ويتقدم بالراحة. اول ما يستوي معاكي بجيب بقى حله عندي كبيره، اكبر حله في الطقم مثلا، وببدا ان انا افضي فيها الرز بالعدس بالشعريه زي ما احنا شايفين كده. وهبدا اجيب بقى كل المكونات احطها. دي المكرونه بتاعتي طبعا كانت بردت، هبدا ان انا احطها واقلبها، هتاخد من الحراره بتاعت الرز وتبدا تفك معايا. وهبدا كمان احط الحمص الشام بتاعنا اللي احنا سلقناه. برضو هتبدأي تحطي الكمية اللي تناسبك. انا زي ما قلت في الاول ان انا عملت كوبايتين، لو انت حاسة ان هم كتير على الكمية بتاعتك هتنقصي منهم شوية. طبعا هو روحه بصراحة الحمص، فتحطي كمية حمص كده مناسبة وتقلبي كل الكلام ده مع بعضه. وكمان برجع احطه على النار كله واوطي عليه واغطي عليه واسيبه حوالي 10 دقايق كده على نار هادية. بالنسبة بقى للطماطم اللي احنا سبكناها في الاول، فانا هاجي هنا اجيب شوية كده من الزيت واحط فيهم معلقة صغيرة من الثوم المهروس، وابدأ كده ان انا احركها لغاية ما تصفر معايا. مش عايزينها تحمر قوي ولا تاخد لون غامق. اول ما هتصفر معانا كده هنبدأ بقى ان احنا نطفي الثوم ده بشوية من الخل. اول حاجة هنحطها عليه الخل. وطبعا برضو الكمية هتكون اختياري، انا هحط حوالي ربع كوباية من الخل، وده هيكون كافي. لو انت بتحبي برضو طعمه يبقى اقوى من كده ممكن تزودي. تمام كده. بعد كده هبدأ بقى احط من صوص الطماطم اللي احنا عملناه مع بعض من شوية. تحطي كمية طماطم بقى كويسة كده، لان هو يعني الكشري المصري بصراحة هو روحه بقى الطماطم والصلصة والحاجات دي. هنحط بقى شوية كمون، شوية كزبرة، ملح وفلفل، ونظبط الملح بتاع الصلصة بتاعتنا. كده صلصة الكشري بتاعتنا جاهزة. يدوب اول ما هتغلي بس كده تاخد غلوة هنطفي عليها ونركنها على جنب. هنبدأ بعد كده نعمل البصل. فانا هقطع البصل بالشكل ده، مش حابة ان هو يكون اصغر ولا اكبر، وطبعا ده برضو بيرجع لك لو انت حابة تعمليه كده. واحط عليه معلقة دقيق ومعلقة نشا، وابدأ ان انا اقلبه كويس. التغليفة دي بتديله قرمشة حلوة جدا جدا وهتفرق معاكي في القرمشة. وممكن كمان تحط شوية سكر صغيرين وهو على النار ياخد تسكيرة حلوة كده. كمية الزيت تكون مناسبة، وتبدأي ان انت تحطيه وتقلبيه لغاية ما ياخد اللون الاحمر الجميل اللي احنا شايفينه ده. تبدأي تخرجيه وتسيبيه، هتلاقيه بقى مقرمش وناشف وجميل جدا، احلى من بتاع المطاعم كمان بكتير. عندي بقى بالنسبة للدقة بتاعة التوم، فانت هتجيبي معلقة كده من التوم المهروس. لو انت عندك فريش ماشي، مفيش عندك فريش هتبدأي تعمليه من الفريزر. هتجيبي كمان حوالي نص كوباية من الخل وكوباية من المية. هتقلبي كده مع بعضه. عندك ليمون هتعصري عليه ليمونة، طبعا هو مينفعش من غير الليمون. كمون والملح، شوية كده من الكمون، شوية من الملح الأبيض، وبكده الدقة بتاعتنا تكون خلصانة. طيب لو انت بقى مش حابة ان هي تكون على البارد، المطاعم لا اما تعملها لك على البارد زي كده، لا اما ان انت تعملها على السخن. كده بنعصر كمان الليمونة ونتأكد ان مفيش فيها بذر. خلاص كده الدقة بتاعتنا تمام. انا بقى مش حابة ان هي تكون على البارد كده، هتاخديها تحطيها في اي حاجة على النار، لما تغلي تبدأي تصبيها تاني وتستعمليها بعد ما درجة حرارتها تهدى. بس هو ده كل الفرق. حابة تاخديها على البارد ماشي، حابة تاخديها سخنة بتغليها وتبدأي تحطيها وتصبيها برضو على الأكل. خلاص الكشري كمان بتاعنا احنا حطيناه على النار كده يتلدم كله مع بعضه وياخد درجة الحرارة بتاعته كده. تبدأي بقى تشوفي هتغرفيه في أطباق أو في حاجة كبيرة زي الصينية دي، وتبدأي تشوفي انت هتقسمي الشكل بتاعك ازاي. فأنا هبدأ أغرف شوية وبعدين هبدأ ان أنا أحط الصلصة. طبعا الصلصة كمان لو انت حابة تخليها سبايسي بتحطي فيها شوية شطة. وزي ما قلنا الأكل أذواق، وكل واحد بياكل بطريقته وبذوقه. فأنا هبدأ أحط بقى الصلصة بالشكل ده. وزي ما دايما بنقول إن العين بتاكل الأول. عندي بقى شوية كده من البصل المتحمر، هبدأ أحطهم في الوسط كده على حسب الكمية اللي عندك أو على حسب الكمية المتاحة.
وهتزيني الاطراف بقى بشوية من الحمص اللي كنا مبقينهم وشوية من العدس بجبة، هنحطهم كده على الاطراف ويبقى بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طبعا تزيين الطبق دي حاجة ترجع لك انتي وترجع لذوقك، فكل واحد بيعمل بطريقته. هتقدمي جنب الاكل بقى يعني دقة التوم اللي احنا عملناها، وكمان الصلصة اللي احنا عملناها مع بعض. قوامها بيبقى حلو جدا وطعمها بيبقى حلو وريحتها كمان اجمل وأجمل. كده الكشري المصري بتاعنا بتكاته كلها. اتمنى ان شاء الله يكون عجبكم ويكون الفيديو نال رضاكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدعموا الفيديو بلايك علشان يترفع ويتشاف، ويا ريت كومنت حلو منكم كمان واكون شاكرة جدا افضلكم. الوصفة خلصت والفيديوهاتنا ان شاء الله لسه وصفاتنا ما خلصوش. اتمنى اشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.